بتأثير الغيابات ومرقعة اللعيبة وإضاعة كل الفرص المتاحة، الزمالك بيصعبها على نفسه بتعادل سلبي على أرضه وسط جمهوره في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية. نروح للتشكيل. بدأنا بعواد في حراسة المرمى، المسلوسي وحسام، نداي شمال والزناري يمين، دونجا وحمدي، متيابة وشلبي وشيكابالا، قدامهم الجزيري. قبل اي حاجة لازم نعرف ان ده افضل تشكيل ممكن نبدأ بيه في وسط كل الغيابات اللي في الفرقة دي. عندك عمر جابر وفتوح اللي من غيرهم الزمالك اصبح بلا اي باكات، فاضطر جوميز للزناري ونداي، وده اكيد قلل من الفريق كتير على المستوى الهجومي مش بس الدفاعي. ده غير اصابة زيزو افضل واقوى لاعب في الفرقة واللي ما يقلش عن 50% من قوة الزمالك الهجومية. ضيف بقى على كل ده فكرة ان الزمالك في الكونفدرالية غير الدوري، لان العناصر المتاحة في الدوري غير على مستوى الجودة والوعي، متمثلة طبعا في عبد الله السعيد وناصر ماهر. كل ده يعدي مش مشكلة، لان اغلب اللي لعبوا حاولوا على قد ما يقدروا، الا واحد بس، زعيم الفلاحين مصطفى شلبي، اللي حقيقي اول ما بشوفه بيجيلي دي تنفس. صعب قوي يا جماعة والله العظيم، الفرق بينه وبين ناصر ماهر يخنق، مع ان ناصر اصلا مش وينج، لا وكمان بيلعب ببرود وتناكة وكأنه لعيب ملوش حل. وهو اقسم بالله من اوسخ اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي، مش بس اللي دخلت الزمالك. يا راجل ده احنا لسه بادئين الشوط وبنقول يا هادي فاول على حدود المنطقه بيلعبوا له شيكابالا، مش مثلا يشوطها ضعيفه، يشوطها وتقلش تطلع فوق تخبط، لا البيه بيشوط الهوا، البيه بيشوط الهوا وبيضيع علينا فرصه ان احنا نبدا الماتش بهدف في اول 5 دقايق، كان يفرق كتير معانا وفي نتيجه الماتش. الزمالك بيفرض سيطرته ويروح شيكا بواحده ويعدي ويشوطها ولكن ما بتظبطش معاه، بعديها برضه بتجيله واحده تانيه ويعدي ويشوط ولكن الحارس بيصدها. شوف رغم الغيابات دي لكن برضه الزمالك مع جوميز بيسيطر وبيصنع فرص، لكن اللعيبه لها راي تاني. بعدها بتيجي واحده لشلبي اللي بيعدي وبدل ما يدوس عليها ويخش بيها لجوه ويحط المدافع في موقف يا يسيبه يا يعمل معاه بيلن، بيدوس عليها لبره وبياخدها كورنر. عرفتوا بقى يعني ايه وينج فلاح. بعديها بيلطش الجزيري واحده من بعيد ولكن الحارس بيصدها. فرص بالجمله النهارده ولسه. بعديها كره طويله بيغلط فيها المسلوسي وبيرجعها قصيره لعواد، بيخش في جون انطوي وكان ممكن يسيبه، لكن الحمد لله ربنا ستر وعواد قام، لان احنا ما كناش حمل نشوف باسم سمره بيلعب. بعديها برضه كرة طويلة ناحية نداي بيرقصوا الواد وبيخش وبيلعبها بالعرض، لكن حمزة بيطلعها كورنر في آخر لحظة عشان ياخدوا بقى من الركنية دي ركنية واثنين وثلاثة واربعة، لكن ربنا ستر عشان الزمالك ينهي الشوط بأوسخ طريقة ممكنة. جوميز بيبدأ الشوط الثاني بتغييرة بيقرر فيها انه ريحنا من أوسخ وأسوأ لعيبة الزمالك، خرج الوينج الفلاح بتاعنا ونزل سامسون عشان يبتدي الزمالك يبقى شكله افضل ويسيطر ويصنع فرص حقيقيه المره دي. منهم اول فرصه لسامسون نفسه اللي اتلعبت له حلوه قوي من الجزيري بالعرض، استلمها وشاطها لكن جت في الشبكه من بره. بعديها بتيجي كوره لسامسون بينزلها لحمدي اللي بيكمل فيها وبينقلها الناحيه الثانيه للجزيري اللي بيديها لشيكا اللي بيبقى عنده فرصه ان هو يلعبها بالعرض، كل اللي واقفين دول مش عاجبينه، قام شايطها ومضيع علينا فرصه مهمه زي دي. بعديها واحده من متيابه عظمه لنداي اللي بيبص قبل ما يعمل العرضيه ويديها لسامسون، لكن سامسون عقبال ما بيتمطع بتكون لعيبه دريمز عملت خلاص البلوك ولسه الفرص الضايعه مكمله. بيجي بعدها فاول بيكسبوا متيابه على حدود المنطقه، بيشوطوا شيكا ويتالق فيها الحارس. بعدها جوميز بيعمل تغييرين، بيطلع ترافيس وبينزل مكانه شحاته وبيطلع شيكابالا وبينزل مكانه ناصر منسي. حقيقة التغيير ده انا ما فهمتوش، يا اما تسيب شيكابالا على امل انه ممكن يعمل كوره يشوط كوره ثابته اي حاجه، يا اما لو هتطلعه وتنزل مكانه حد يبقى سيد نيمار، على الاقل هو هجوميا هيكون افضل وممكن يعمل اي حاجه، لكن ناصر هيعمل ايه؟ ولما نزل يعني عمل ايه؟ بعديها نداي اللي عامل شوط تاني كويس على المستوى الهجومي بيعدي في واحده بيرفعها بالمقاس على دماغ الجزيري، لكن الجزيري بمنتهى المرقعه ما بيركبش الكوره وبتطلع فوق العارضه. بعديها رمي التماس من الزناري بيزحلقها حسام بتروح لنداي ولكن برضه فوق العارضه،
ولسه احنا لسه شفنا حاجه، الفرص الضايعه مكمله، بيفاول على حدود المنطقه، المفروض انه خطير يعني وكده، لكن ولا اي حاجه. طبعا مش محتاج اقول لكم ان في عدم وجود زيزو اي ضربه ثابته زيها زي ضربه المرمى بالنسبه لنا بالظبط. بعديها جوميز بيعمل تغييره كمان وبيطلع احمد حمدي وبينزل مهاب ياسر. وفي الدقيقه 90 بتيجي اخطر فرصه للزمالك، كورنر بيتبصى لمهاب، مهاب بيرفعه، بتنزل لسامسون، تخبط في المدافع، تطلع تترد لحسام، يشوطها تيجي في العارضه. هي مش هتخش النهارده خلاص كده، انا عارف الماتشات دي لما بتبقى مع الزمالك كده خلاص مش هتخش مهما عملنا ومهما حاولنا، مش داخله يعني مش داخله، عشان يخلص الماتش على كده 0-0 على ارضك وسط جمهورك بنتيجه وسخه. نتمنى ان هي ما تاثرش علينا في ماتش العوده، وان احنا نقدر نتداركها ونعديها. طبعا مفيش تقييم للعيبه، لان الماتشات اللي بيبقى فيها خساره او تعادل للزمالك بالنسبه لي كل اللعيبه ما عملتش اللي عليها، حتى لو فيهم لعيبه لعبوا كويس. النهارده اللعيبه ما عملتش اللي عليها لان احنا خرجنا بنتيجه صعبه جدا. يا عالم ايه اللي هيحصل في ماتش العوده؟ ولا المدرب كمان عمل اللي عليه، ولا لعيبه ولا مدرب كانوا مركزين النهارده وعملوا اللي عليهم، رغم ان كان في حظ وان فرص كتيره ضاعت وكل الكلام ده مفيش مشكله، لكن انا ما يخصنيش، يخصني بس انك تبقى مركز وانك تكسب وانك تلعب، عشان البطوله دي احنا ما عندناش اي استعداد ان احنا نخسرها، لان هي دي البطوله اللي احنا بنتمنى فيها ان احنا نبني فيها جيل نقدر نكمل بيه بعد كده. ماتش العوده اكيد هيكون صعب، هو اصلا في العادي هيكون صعب، ما بالك اصلا انت كمان النهارده بالنتيجه دي صعبته اكتر على نفسك. الله اعلم الاجواء هتبقى هناك عامله ازاي في غانا، وهيلعبونا الساعه كام، وايه اللي هيحصل في الماتش سواء كتحكيم او اي حاجه من حاجات افريقيا اللي احنا عارفينها دي. بس كل اللي نقدر نعمله ان احنا من هنا لغايه ماتش العوده ما قدامناش غير حاجه واحده بس، وهي الدعم. ندعم اللعيبه، ندعم المدير الفني، وما نهدش وما نضيعش مشوارنا في البطوله بايدينا. لسه عندنا اصابات ان شاء الله ترجع، ان شاء الله عمر جابر يرجع، وفتوح كمان يرجع، وزيزو كمان يرجع، ونقدر نقدم شكل مختلف في ماتش العودة، وبإذن الله الصعود يكون هناك من غانا.